وبالمناسبة طبعا بنشكر كل رجال الأمن على جهودهم المخلصة في حماية شباب مصر. دقيقة حداد لوفاة نجم مصر والترسانة السابق الكابتن فتحي بيومي. بندعو له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. بيحكم ماتش النهارده الكابتن ممدوح ضرار الحكم الدولي، وبيساعده الكابتن محفوظ العشيري والكابتن عباس الجوهري. في نص ملعب اللي ايدك اللي يقطع روتنبيلر لوتل زماريا وطويله قدام وهادي وطبعا راجعه من لعيب من النادي الاهلي. كان هادي خشبه فكر يلعبها فطولت وما يقدرش خالد مصطفى. اتحسبت طبعا ضربه حره على النادي الاهلي، كان لازم خالد يلعبها برجله. طبعا حسب التعديلات وادي اللعبه مره تانية اهي راجعه. المفروض هادي خشبه عدت منه، كان خالد على طول يلعب برجله. شايف انا منفرد نمرة 9 وبيريه ووتل، وهنشوف مين اللي هيلعب. ادي بيريه نمرة 6 اهو اللي قدامنا، ولسه ممدوح ضرار بيرجع لعيبة النادي الاهلي. وتاني لسه ممدوح ضرار ما صفرش، ولاعيبه نيو شاتل منتظرين، واتصلحت وبتتشاط وبتخبط في طارق خليل وبترد تاني واتلعبت على طول، وتاني ناحيه الوينج الشمال وبيلفها وبيطلع هادي خشبه عاليه للوينج الشمال وعايز يفوت فرنانديز وبيلعبها بعرض الملعب، انما بيطلع على طول محمد يوسف كورنر، وعلى طول بتتلعب وعاليه جامده. بيطلع نيو شاتل تاني لمحمد سعد ناحيه الشمال، يقدر يلعب الاوفر واتلعبت على طول، وتاني عبد الجليل انما ضعيفه من تامر بجاتو. اللي لافت نظرنا لحد دلوقتي في تيم نيو شاتل، ادي لعبه ناحيه الشمال كرافيرو وضربة جزاء بنالتي هاندز بول. بنالتي على النادي الاهلي. ادي اللعبة تاني اهي بتتعاد قدام حضراتكم. محمد سعد وادى ممدوح ضرار ضربة جزاء. داخل منفرد وبيصدها خالد مصطفى، وتاني جوه الجول بترد جوه الجول، انما خالد والله صدها كويس، وكان لازم حد من الديفنس على طول يشيل على طول. رد التاني اهي بتصد من خالد، وتاني رجعت له وبيحطها 1-0 بعد 24 دقيقة. 1-0 لصالح نيو شاتل. منفرد نمرة 9 لسه بقول لحضراتكم اللعيب الوحيد اللي لفت نظرنا بيجيب الجون الأول. عبد الجليل وترقيصة انما اوت للنادي الاهلي. احمد حسين وتاني فاول. وادي لعبه للنادي الاهلي.
ماشي النادي الاهلي من ناحيه الشمال انما فاول. فاول لصالح سعد الصغير. واقع وان شاء الله يتعالج ويقوم سليم. ادي اللعبه تاني اهي بتتعاد قدام حضراتكم وعايز يفوت من بره فعلا وفاول. واحتياطي النادي الاهلي اقول لحضراتكم في ماتش النهارده اللي قدام حضراتكم: خالد الضبع حارس مرمى، عمرو انور وحازم عبد المولى ومحمد عبد الفتاح وياسر رجب وهشام حنفي واشرف ممدوح وعنتر ابو العينين. يعني سامعين حضراتكم معايا في اكتر من 5-6 اسماء من لعيبه الصاعدين اللي بيجربهم النهارده الجهاز الفني، الكابتن انور سلامه والكابتن صلاح حسني، بيجربوهم عشان يوم الاحد عنده ماتش مع المنيا في الدوري الممتاز. فاول للنادي الاهلي واتلعبت بعرض ملعب، بترجع لجمال مساعد، لاحمد حسين، لهادي خشب. لعيبه الفرقتين كلهم للعب، واعتقد ان هيبقى فيها انذار. انذار لنمره 3 الباك الشمال روتن بيلر. تاني جمال مساعد بيعدي وبينقل واحده حلوه لعبد الجليل ناحيه اليمين، بيلعبها بعرض الملعب عند تامر وبتعدي طارق خليل وبره الملعب كورنر. ، 42 دقيقة والنتيجة 1-0 لصالح نيوشاتل. لعبت الكرة على طول لجمال مساعد، يقدر يشوط وحلوة. كورنر، كرة حلوة، شوطة جميلة ومفاجأة من جمال مساعد، وصحت المتفرجين وراح لها كومان وخبط فعلا في القايم، اتعور وربنا يستر ان شاء الله ويقوم سليم. مفيش شك الكرة الحلوة حلوة، وهي اللي بتصحي المتفرجين وتصحصحنا وتخلينا نقول يا خبر ابيض. بيتعالج كويمان بيف وان شاء الله يقوم سليم. المباراة بقول لحضراتكم بتتلعب ورا لروتن بيلر اللي بيلعبها للوينج الشمال، انما محمد يوسف يقطع وفي فاول. واصل على طول بيلعب الكورة وطالع خالد مصطفى، طالع خالد في توقيت كويس، برافو خالد. محمد عبد الفتاح اتلعبت على طول وبيلفها انما بيطلع زماريا وتاني بترد لتامر بجاتو. هو جول، طلع كويمان بيف وبره الملعب كورنر. واقع تامر بجاتو. كورنر للنادي الاهلي، اتلعبت على طول. تاني برضه عايز يفوت حازم وماشي من ناحيه اليمين وبيلعب كرة حلوه عند طارق خليل، بيسندها انما مش لحد. تلاقي جوتاردي الباك اليمين بيلعبها لمانفريد. محمد سعد الصغير بيقطع وبره الملعب اوت. سيب محمد تعال يا محمد. اوت هيلعبها محمد يوسف. ادي لعبه تاني لنيوشاتل من ناحيه الشمال، انما قاطع هادي خشبه وتتقطع تاني نيوشاتل وبعرض الملعب ومانفريد وتاني بيلعبها، انما خالد الضبع بيمسك.
خالد الضبع نقل من نادي وحافة للنادي الاهلي السنة دي. تامر بجاتو توصل لواتل، ريتن بيلر وعلى طول اوفر لقدام وتصليحه وبيطلع هادي خشبة على طول، وتاني كرافيرو سابها الواتل. جوتاردي عايز يفوت جوتاردي انما بره الملعب. هيلعب واتل الضربة الركنية واتلعبت على طول وخطر بتعدي. تاني واتل وعايز يفوت وفات فعلا وبيسقطها وخطر. منفرد تاني انما على طول برافو دفاع النادي الاهلي بيطلع، وخالد الضبع بتخبط في العارضة. يا خبر ابيض مش ممكن. واقع خالد الضبع وتاني اللعبة اهي تترد تاني وبتخبط في العارضة، وكان رايح معاها خالد وبره الملعب اوت. ان شاء الله يقوم وقام الحمد لله خالد، وضربة مرمى للنادي الاهلي. ضربة مرمى للنادي الاهلي اتلعبت على طول. لسه خالد الضبع كان بيتعالج. انذار لبوت، فالظاهر انه اعترض على صفارة ممدوح درار فاداله انذار. هادي خشبة على طول. بجاتو بتوصل لمحمد عبد الفتاح. محمد بيزق على طول، زماريا بيقطع، وتاني محمد عبد الفتاح وبيزقها حلوه لتامر بجاتو، وجاتو بيزق على طول اشرف ممدوح برجله الشمال انما بعيده من اشرف ممدوح. ضربة مرمى لنيو شاتل. لهادي خشبة ورا ومقطوعة انما طويلة، ويطلع خالد الضبع. كانت خطر قوي طبعا. و40 دقيقة على بداية الشوط الثاني، وباقي على ساعتي حوالي 5 دقايق، والنتيجة 1-0 لصالح نيو شاتل. محمد عبد الفتاح بيلعبها انما بيطلع فرادفو، وتاني هشام حنفي لبجاتو، وكرة حلوة ناحية اليمين، وياسر رجب بيشوط انما جامدة بعيدة بره الملعب اوت. ضربة انور انما بيطلع انشا، وبيصفر ممدوح درار الحكم الدولي عشان تنتهي المباراة بفوز